يا هلا ومرحبا. أول شيء أحب أشكركم مشكورين على تفاعلكم في الفيديوهات اللي فاتت. واليوم عندي صيدة من العيار الثقيل. أنا ما أتابعه ولا يهمني أتابعه، بس عيالي يحبونه، وأقول له ترى عيالي يحبونك ويتابعونك وما يطوفون لك ولا شيء، وأجبروني أشوفك. غلطتهم إن أجبروني أشوفك، فلما شفتك قلت هذا الصيدة. اليوم انا ودانا بنسوي كنافه بنوعين، وبنشوف اي واحده احلى. انا استانس اقارن واسوي هالحركات. هذا شغل دانا. يشيل ايدك، دحيت زبده زياده. نذر هذا فوقها، نبي يكون متساوي. ايوه، وندخلها فرن حرارته 180 لما تتحمر. ما ادري ايش كثر عاد بنبطل بالاحساس نبطل ونشوف. حراره 180. ها الكرافه ما تبي فرن، تبي فوق الجوله مو داخل الفرن. تشوف نتيجه. عندي جبن نابلسي نقعته عشان اخفف الملح اللي فيه، وفوقها من جبن المزرولا، ونكسرهم او نخلطهم. انزين دن شويه. شنو راح تسويهم بيدك ولا؟ شالت الساعه وشالت الخواتم. بس يلا بس اي سيده بالايد. فتفت والله يعني في اشياء ما تضبط عدل الا بالايد. ما بردت الشب. لا حسيت قاعد تهاوش. جبن نابلسي ناقع عشان الملح. ها نسمع دانا شو تقول اخر شيء. اوكي في تنقط الموضوع. الطعم ايه بس لا وايد ملح. صح. روحكم ما شفتوا هذه خلاص. هاي قلبي. شنو هذا؟ يعني انتم ما تدرون انه بيصير كذي؟ هذا شكل. نقلبها والله يستر. نزلت بس ساحت. اتمنى لا. نزلت ما يدرون شو المفاجأة. كنا الوجه الثاني كان احلى. صح. ليش ما طبخت كلش؟ خلنا نقلبها. سووا روحكم ما شفتوا هذا. اوكي. هاي قلبي. شنو هذا؟ يعني انتم ما تدرون انه بيصير كذي؟ شو اي ترى صارت مرتبة. بس راح نقول ان طلعناها من القالب، ما راح يشوفون بس الصدى ثاني. طبعا يمكن يشوفون. بلشنا تأليف بس النتيجة تأليف مليون بالمية. وايد حلوة. لذيذة عجيبة والله صدق. صح ولا لا هذه؟ شكلها قوي. ها والله العظيم متابعينكم هذول يطبقون وراكم ولا شو السالفة؟ يعني مشاهدات نص مليون، أكثر من مليون. أكيد مشاهدينكم متابعينكم مو عشان يطبخون من وراكم، لا، متابعينكم علشان أمر آخر أنا ما أدري هو شنو، ما أدري. لأن عيالي لو قالوا فنان ويطبخ زين طالعت قلت له ما يعرف، اشكره ما يعرف، بس هم يتابعونك ليش أنا ما أدري. لا والله حتى هذا لا ولا شيء تأثر عليها. أحمد إيش قاعد تسوي؟ بسوي بلو بيري بانكيك. طحين اللوز نص كوب، طحين التابيوكا ثلث كوب، طحين جوز الهند ربع كوب، بيكنج صودا وملح. الصحن الثاني راح اخلط 4 بيضات، نص كوب حليب، ميبل سيرب، خلط تفاح وفانيليا. اخلطهم واصبهم هني، وبلو بيري. عنده شوية كلمات يقولها بخليك ما تفهم. يعني لازم يوصلك إحساس إن أنت شخص ما تفهم. قاعد أطالع يسوي البانكيك، قال طحين التبيوكة. قلت والله شنو هذا طحين التبيوكة اللي ينحط في البانكيك وأنا ما أعرفه؟ شلون ما أعرفه؟ روح يا سامي بحث، عندك جوجل، عندك كتب كل مكان. سألت هذا الذكاء الاصطناعي تبيوكة يا ريال عطنا ايش طلع؟ نشا. تبيوكة نشا كورن ستارتش. تبيوكة لذيذ. شفتوه يشتغل على تندرلوين، لحم
لما قطعة جميلة من العجل ما شفتها. يلا. في عندي تندرلون كاملة راح املحها واقطها على النار، انطرها تستوي من داخل على الدرجة اللي انا ابيها. بس 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 درجة الحرارة الداخلية حق قطعة التندرلوين درجة حرارتي لما أسخن مريض 39، يعني الحين يم سخنة داخل. اطبخ عاد مثل الناس. أنا الحين ما استوت يا حبي. بعدين راح اسوي البطاطس شرايح والبصل شرايح، اقطهم في جدر فوقهم ملح وزبده. يا ولد يا ولد. اقلبهم وفوقهم مرقة، اسكر عليهم وانساهم بالفرن واقدمهم مع بعض. اللحم بصحن والبطاط بصحن. خلطة البصل والبطاط هذه أنا شايفك في 3 حلقات مسويها، وكل مرة تقول أول مرة أذوقها، أول مرة أسويها. هو مو مقلي فبس راح ادوق قدام الكاميرا. الستيك ستيك بس لذيذ. ندري ستيك ندري، مقطع واضح ماكو شيء، ماكو طبخ ني. والبطاط هالطريقة بعتمدها بس خلاص. البطاط ويا البصل وشوية مرقة دياي ونتفت زبدة بالفرن وملح شيء. قايل لكم كل مرة يسويها يتفاجئ في الطعم يقول بعتمدها. زين انت معتمدها. السلطة نفس كل مرة حلوة. الشيء هذا ناجح. هذا الشيء ناجح بينسحب كذي. أعيد لكم إياه بالبطيء. شوفوها بالبطيء. من كثر ما هو يعني ما عنده ذيك المعلومات. إذا لقى حجم حلو من الدياي بالجمعية يخترع يبلغكم. لقيت دياي عملاقة بالجمعية وزنها 1400 جرام. لقيت دياي عملاقة بالجمعية، باقي بس يقول تركض وتدوس الناس. راح اسويها مع العيش المصري اللي انا احب اطبخها مع الليك والثوم والروزماري. قال يبي يطبخها مع العيش المصري، العيش على الجولة وهي بالفرن. احمسهم على النار، ملح وفلفل والعيش، ماي حار واغطيه 20 دقيقة. زيت زيتون، ملح وفلفل، اوزع بالفرن ساعة مع مروحة. لازم يعطيكم شيء احتمال ما عندكم منه فانتم ما تقدرون تطبخون. الفرن فوق وتحت مع مروحة. زين اللي ما عنده مروحة لا يطبخ دياي عملاقة. كمية الماي حق طبخ العيش هذا اقل من كل مرة لان الخضرة تطلع ماي بعد. حسبوا حسابكم اذا بتسوونه. بس خلاص تعبت، ضحكت وايد، تغشمرنا وياك وايد، وانت خوش ولد. متابعينك يحبونك بس ما يطبخون نفس طبخك، ما يقدرون لان انت تعطيهم مصطلحات صعبة. عموما استانسنا وياك، تغشمرنا ولعبنا وضحكنا ويلا. الميبر هذا للحين عندك؟ ميبر مع السلامة.